بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل فيديو كده ربما يكون موسع شوية على كذا حاجة، منها ازاي بتخش المنتدى، ازاي بتسجل، ازاي بتحط اليوزر والباسورد بتوعك، ازاي عايز تعمل موضوع، ازاي تحط صورة، ازاي ترفع صورة، ازاي تنسق المشاركة بتاعتك. هحاول اجتهد جدا جدا انا ابدأ واحدة واحدة. بداية مثال بسيط، انا عندي فافوريت، بقول له انا عايز اروح لمنتدى المجموعة المصرية للخدمات المالية وبدور عليها. طبعا انا عارف ان الصور مش هتظهر قدامكم قوي، لكن انا على قدر المستطاع ادي المجموعة اهيت. هخش المجموعة، ادي المجموعة. طبعا اليافطة دي بقت كبيرة قوي، معرفش الادارة مكبرها قوي كده ليه، او هو عيب من عندي، ما علينا. هسجل اسمي نجاتي سات، احط الباص بتاعي، بقول انتر. هنفترض انا بفتح كده الصفحة، المنتدى قصدي، بداية المنتدى كذا، المنتدى التعارف. بشوف انا حاول نكبر شوية على المنتدى. الاقسام الفرعية، نادي مش عارف ايه، النقاش العام زي ما انتم شايفين، اليكو وغيره وغيره وغيره. فانا هناخد مثلا، هنخش مثلا النقاش العام، بدوس على النقاش العام. لو انا في باب النقاش العام زي ما احنا كده موجودين، عايز اعمل مشاركة جديدة في الباب نفسه، غير بقى البيبان المثبتة ديت. عايز اعمل باب زي اليكو، عايز اعمل باب زي المتحدة، عايز اعمل باب زي المصرية، زي ليفت سلاب، زي العربية سمارت التنمية مثلا. فمن فوق بعمل مشاركة موضوع جديد، راح اعمل كده. اول حاجة هتقابلني العنوان ايه، وليكن هنسمي اسم الموضوع اللي انا عايز افتح له باب. انا عايز افتح باب مثلا لسهم معين او طريقة معينة، او باب ديني، او باب قصص وروايات، او الى اخره. وليكن هقول قصة النجاتية مع البورصة مثلا. انا بس كل دي امثلة. بعد كده كتبت العنوان، بخش جوه على الموضوع بقى تحت هنا، اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كده، خلاص كده انا كتبت. عايز بقى اعمل تنسيق للكلام دوت. هعمل ايه؟ هروح مظلل على مثالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بيقول لي هيخليها ناحية اليمين، هخليها ناحية الشمال. بص راحت ازاي. هخليها في النص، هخليها تحتها خط زي ما انت شايف بقى تحتها خط. اشيل العلامة، اخلي الكلام مايل. بص الكلام مال ازاي، مش عايزه يميل ارجعه تاني. اغلظ الخط، غلظت الخط، مش عايزه غليظ. هنا الحد اكبره 2 3 4 معاك حد 7. طبعا 7 و6 دي بكبر قوي، انا عادة دايما بشتغل على 4. بص كبر ازاي. هنا اللون وليكن اخضر. تمام كده. اختار شكل الخط، انا بختار ده مثلا احيانا. طب كده هيبقى صغير قوي، بقول له خلاص اديني 5 وبكبره من هنا. ده بالنسبة للتنسيق بتاع الكلام اللي انا عايز اعمله. طب خلاص بقى انا كتبت السلام عليكم ورحمة الله. بص كده شكلها بقى عامل ازاي. طب انا عايز بقى الون ورحمة الله دي بس كده، او ورحمة بس. هروح مظلل عليها زي ما انت شايف، اروح اعمل بلون مثلا بنفسجي، بعدين اعمل على الارضيه كده. بص ظهر اللون البنفسجي. طب انا عايز بقى احط صورة زي كده مثلا، ادراج صورة. ادراج صورة دي بقى بالرابط بتاعها، بالرابط بتاعها. طب منين الرابط بتاعها؟ بطلع على المجموعة عامله لنا موقع تحميل، رفع تحميل الصور زي ما انت شايف فوق كده، وبقول له اديني الرابط دوت. بخش على الرابط دوت
زي ما انت شايف اداني الناحية التانية. التاني اللي هو بتاع تحميل الصور، سين مثلا. طبعا اجيب صورة من على الجهاز. انا كده بص هخش على الجهاز مثلا، انا ما عنديش حاجة كده على الجهاز. طب اعمل ايه بقى عشان اجيب صورة من على الجهاز؟ وليكن صورة زي الاستاذ مدحت اللي منزلها ليا، هو خدها من على اليوتيوب. طبعا انا هقول لك تعمل حاجة حلوة قوي ازاي نلقط صورة. وليكن الصورة اللي قدامنا دي انا هعمل عليها برنت سكرين، هتطلع كبيرة قوي. هعمل عليها برنت سكرين. في عندك وليكن مثلا المنظر اللي قدامنا العام ده، هناخده صورة اللي هو في عندنا زرار مكتوب عليه برنت سكرين في الكيبورد، هدوس على برنت سكرين وبعدين اروح ثواني معايا، اروح على كلمة ستارت ناحية اليسار، منها هنلاقي كلمة مكتوبة اول بروجرام، بقف عليها بالماوس، اطلع لفوق خالص هلاقي كلمة اسمها اكسيروسز. من اكسيروسز هقف عليها بيوديني على اليمين في شوية حاجات، بنزل على بينت، باخد بينت كده عشان يفتح لي صفحة تانية جديدة. بعد ما فتحنا بينت اللي هو برنامج بينت اللي هو برنامج الرسام، انا طبعا عملت شوت سكرين، بقف كده بالماوس جوه وبدوس على كنترول من الكيبورد وعلى في، ينزل لي الصورة بتاعت المنتدى اللي انا لسه مصورها زي ما انتم شايفينها. طبعا الصورة زي ما انتم شايفينها بحجم كبير قوي زي الاستاذ مدحت منزلها. طب كده مشكلة، طب انا مش عايز انا انزل كل ده، انا عايز اخد الحتة دي بس. هقف هنا كده كليكة واروح جاي محدد عشان اصغر الصورة زي ما انت شايف كده معايا كده. انا هاخد الجزء ده فقط عشان الصورة لما بتكون كبيرة قوي بتبوظ حجم الصفحة. اعمل كليك عليها يمين، كوبي او كات مش فارقة، اطلع اعمل فايل، من فايل اعمل نيو، بيقول لي هتغير، بقول له لا، بعدين اعمل كليك يمين في الصفحة الجديدة واقول له باست. ادي الصورة، ابتدي بقى على المساحة بتاعتنا، اقفل عليها خالص زي ما انت شايف من هنا مثلا كده. بعد ما اعمل كليك اروح مقفل عليها خالص كده اهوت، اضيق بقى زي ما انا عايز، مش فارقه انت عايز تضايق كده او كده. خلاص انا كده خدت الصوره، ابتدي اعمل سيف بقى. سيف از فين بقى؟ بص 24 بايت، لا تفتح ديت هتلاقي اللي هو المنظر اللي هو ده اهو، اللي هو جي بي اي جي. تختار جي بي اي جي، هنسمي الصوره مثلا نوجا مثلا، واقول له سيف، سيفناها خلاص. بخرج من برنامج الرسام او بنزله عندي تحت في الصفحة. خلاص كده انا معايا رجعت تاني للمنتدى اهوت زي ما هو. عايز بقى احمل الصورة ديت، بخش جوه وادور على نوجا، اكتب نوجا، ادي نوجا هي الصورة اللي انا صورتها، واقول له اوبن، ظهرت لي هنا، ابتدي اقول له تحميل. جاري التحميل بتاع الصورة. وبعد ما يحملها هقول لكم ناخد ازاي الصورة ونحطها في المنتدى. ادي الصورة هي ظهرت اهي، ادي روابط الصورة كلها، رابط مباشر ورابط المنتدى ومصغرة احنا ما يهمنا الروابط بتاعت المنتدى. بقف هنا كده بعمل كليك يمين، بعمل سيلكت اول، بعدين كليك يمين تاني واخد كوبي. طبعا انا بقول لكم كده بالترتيب صغير. خلاص كده اروح بقى للمشاركة بتاعتي اللي انا هحط فيها الصورة. اقف هنا كده واعمل كده، احطها في المنطقة ديت، يا اما كليك يمين وباست كده مثلا. بس خلي بالك بص السهم فين عشان ما تتلخبطش، طلع فوق. انا هنزل هنا تاني كليك يمين، اهم حاجة اشوف الاشارة بتاعت السهم بتاعت فين، باست، جت الصورة اهي. عايز بقى اظبط الصورة ديت، بروح اعملها كده اهوت، بعلم عليها كلها، وعايز اجيبها ناحيه الشمال اجيبها، عايز اجيبها ناحيه اليمين اجيبها، اوسطنها زي ما انا عايز. طب انا عايز اشوف بقى شكل الصوره وشكل الكلمتين دول. انزل تحت كده واقول له معاينه المشاركه، اعاين المشاركه وادوس عليها واشوف شكل الكلام اللي انا كتبته هل زي ما هو، واشوف شكل الصوره زي ما هي ولا لا. بعد معاينه المشاركه خلص المعاينه، نشوف كده الشكل المشاركه بقى لما هينزل اهو. لا الصورة كبرت ولا الصفحة كبرت، ده بالنسبة للصور. ادي كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وادي الصورة اللي انا نزلتها اهيت. ننزل بقى تحت في المشاركة، لو عايز الغيها
مثلا يعني اقف عليها كليك وادوس ديليت خلاص. عايز اجيبها شمال اجيبها يمين احركها كده خلاص، احنا فهمنا نحرك ونعمل ازاي. طب عايز ارفق ملف في المشاركات بتاعتي، ملف وينرير او وينزاب. بص هنا ارفق ملف في المشاركة، ادوس على الارفاق، هيفتح لي اختيارات، هيديني 3 ملفات اهو. ممكن ارفع 3 ملفات في وقت واحد، في وقت واحد. وليكن مثلا انا عايز ملف معين، هقول له الاولاني مثلا براوز، هيفتح لي الكلام دوت عشان اختار من على الجهاز بتاعي. انا هروح على سطح المكتب هشوف اللي انا عايز اعمله ايه، الملف اللي انا عايز احمله، اما يكون وينزاب او وينرير، او مثلا الملف دوت اهو ده وينرير. بعدين بعد ما اعلم عليه اقول له اوبن، خلاص نزل هنا بقول له رافع، هيبتدي هنا زي ما انت شايف امكانيه تحميل. يشوف الدنيا عامله فيه، الملف نزل اهوت. لو انا غلطت في الملف وعايز ازيله بعمل له ازاله. لو خلاص خلصت هو ده الملف اللي انا عايزه بس بقول له اغلاق النافذه، اغلقت النافذه. بص الملف فين، بعدين اعتمد المشاركه. بعد ما اعتمد المشاركه بتطلع المشاركه زي ما شفناها كده فوق، وتحت خالص في المرفقات هتلاقي الملف اللي انت رفقته. طيب انا عايز بقى احط ابتسامه ولا علامه تحت الصوره دي، هقف هنا كده واعمل انتر مره او 2 عشان احط الصوره. وليكن مثلا الصوره دي على انه الشرح ده سيء جدا ومش حلو، تمام كده اهو الراجل ده بيقول الصوره زي ما انت شايف نزلت كده. اي اختيارات من دي، بس قبل ما احط صوره لازم اكون انا عارف عايز احطها فين. برضه هعمل انتر عشان احط واحده تحتيها، وواحد تاني بيطلع له لسانه بيقول لا المشاركه دي حلوه وجميله واستفدنا منها. يبقى ازاي عرفنا نعمل مشاركه جديده، ازاي عرفنا ننسق الكلام، ازاي عرفنا نحط صور عشان ما تكبرش الصفحه قوي، ازاي نقص الصوره وناخد منها الحته اللي احنا عايزينها وننزلها بدل ما الصوره تبقى كبيره قوي. لو انت بقى جايب صوره من بره، وده هيبقى فيه شرح تاني في برنامج بيصغر الصور، تقدر تجيبه وتصغر الصور على المقاسات ديت وتنزل مشاركتك عادي جدا، وبكده تبقى مشاركه لذيذه وجميله تقدر تستفيد منها. ادي العنوان وادي طريقه تركيب الصور. لو احنا بقى كمان عايزين نعمل حاجه، عايز احط رابط، الكلام ده بقى هيبقى مشوار طويل عليكم، ودي يعني ما اعتقدش انتوا بتستخدموها كتير قوي. عرفنا ازاي نعمل كلام، عرفنا ازاي نظبطه في النص. لو انا رجعت في كلام وعايز اخليها ناحيه اليمين بعملها كده، بتروح الكلام ناحيه اليمين زي ما انت شايف. والله رجعت في كلام هدوس في النص كده، بص مفيش اهو جت في النص. طالما انا ما زلت معلم عليها شمال او في النص او يمين او كده اهوت، واحط تحتيها خط كمان، بص بقى في تحتيها خط. طب عشان العلامه موجوده هنا بص راحت يمين، طالما انا معلم عليها راحت شمال، لكن البدايه لازم اظلل عليها عشان الغي الكلام ده. بكده ابقى انا عرفت ازاي اوصل لكم معلومه ازاي تعمل مشاركه فيها كلام منسق، فيها صور، فيها مرفقات، وازاي تنسق الكلام، وازاي قبل ما تعتمد من تحت من هنا في اعتماد الموضوع في معاينه المشاركه. بنعمل معاينه زي ما احنا عملناها وشفنا فوق المنظر في المعاينه عامل ازاي. ادي المعاينه بتاعتنا اهي، ادهاني قال لك ادي العنوان قصه نجاتيه مع البورصه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وادي الصوره اللي انا عايز ارفقها. خلاص انا خلصت واطمئنيت، بس لسه الحاجات دي ما ظهرتش. اعمل معاينه ثانيه اتاكد ومراجعه الكلام الحروف، دوست على معاينه واشوف الدنيا فيها ايه تاني، وانزل اشوف المعاينه ظهرت الصور الثلاثه اللي ظهروا هم، وادي المرفقات. يبقى المشاركه هتظهر بالمنظر ده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الصوره والثلاث صور اللي تحت، وادي المرفقات اللي عايز يحمل منها يحمل. بكده انا هعتمد المشاركه، بس طبعا انا مش هعتمدها هنا لان انا بعمل تجربه فقط لا غير. اعتماد الموضوع الجديد واروح دايس عليها، الموضوع هيبقى معتمد في نفس الباب اللي انت عملت فيه اللي هو باب النقاش المفتوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى ان اكون افدت.